السلام عليكم. عنا موقع الكتروني لارافيل بنشتغل عليه اس او حملات اعلانيه. بدي اعرف السورس اللي بيتوصل معي على الواتساب، هل هو من الاعلانات او من السيو؟ شوف في طريقه ممكن نحدد فيها. بالنسبه للموضوع ده فهو من اكتر الاسئله المنتشره، لان ده بيحصل اختلاط ما بين شغل تيم السيو وشغل تيم الميديا باينج. ولكن ببساطه شديده جدا جدا الموضوع باختصار انا بعرفه من خلال ان انا بعمل ايفنت وبعمل تراكنج على البلاتفورم اللي انا بشتغل عليها. بمعنى ان انا لو بشتغل اس او ممكن ان انا اعمل ايفنت على زرار الواتساب ومن خلال اناليتكس ومن خلال جوجل تاج مانجر، واعرف الناس اللي وصلوا من خلال زرار الواتساب اللي هم جايين اورجانيك. مع العلم جوجل اناليتكس بيوصلني وبيعرفني كام حد دخل لي اورجانيك وكام حد دخل لي بيد وكام حد دخل لي دايركت وهكذا، بالاضافه كمان للمصادر اللي هم دخلوا بيها زي مثلا جوجل او فيسبوك او غيره. الطريقه الثانيه للموضوع ده وهو ان انا مثلا من خلال جوجل ادز ببدا ان انا اعمل كونفرجن على زرار الواتساب، وبربط الكونفرجن ده على الكامبين دي بس، وبعد فتره ببدا احلل البيانات دي وببدا اشوف كام حد اتواصل معايا من خلال الواتساب على الكامبين دي. وبالطريقه دي هنعرف نفرق ما بين شغل الاس او وهنعرف نفرق ما بين شغل او ما بين الرسائل اللي بتجيلي من خلال جوجل. مع العلم انا كنت منزل فيديو برضو على اليوتيوب بتكلم على ازاي تعمل التراكنج بتاع جوجل ادز، ممكن ترجع تشوفه وهيفيدك ان شاء الله. لو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 15000 عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.